السلام عليكم. اول حاجه اتمنى من الناس ان هي تدعي لاخويا اللي لسه متوفي، تدعي له بالرحمه والوالدي بالرحمه. تاني حاجه سؤال بيجي في دماغ كتير من الناس اللي بتتمرن عضله واحده في اليوم، هل ينفع يتمرن بنج او صدر وبعد كده يتمرن في اليوم التالي اللي بعديه كتف؟ ما ينفعش. ليه؟ اغلب تمارين البنج بتبقى تمارين مجمعه، يعني اغلب تمارين الصدر مجمعه، سواء بتلعب بالبار او بتلعب بالدمبل تجميع او بتلعب على الجهاز تجميع. كل الاجهزه ديت او التمارين دي بتبقى تمارين مجمعه، فبيشتغل معاها الكتف كعامل مساعد او كعضله مساعده. فما ينفعش ان احنا نتمرن بنج او صدر ونيجي بعد كده نتمرن كتف، لان بيكون اجهد، لازم ياخد راحه زيه زي العضله الرئيسيه. فيفضل ان انت بتتمرن بنج وبتتمرن العكس ظهر، وبعد كده اليوم اللي بعده كتف او بنج، وتنزل تحت رجل او الكور، وبعد كده ترجع تتمرن كتف تاني، مفيش مشكله، يكون استريح. تمام. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ السلام عليكم.